السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا كاملين بصحة وعافية. ونبدو هذا الفيديو بهذا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك إلى خلقك، ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أهل بيوتنا، ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. اللهم آمين، اللهم آمين. إذا السلام عليكم. كما راكم تشوفوا نبدو بسم الله. باغي نخدم معكم يعني همبرجر بطريقه سهله، ماشي يعني ما فيهاش بزاف المكونات، حاجه سهله وراه الصيف يعني تقدروا تنجحوا فيها. كما راكم تشوفوا نبدو بالعجينه. عندنا 500 غرام تاع دقيق، في حبه تاع بيض، مغرف كبيره نتاع خماره تاع العجين، نصف كاس نتاع زيت. اذا في البيترا نتاعنا ولا في الباسينه يعني تعجني وحدك كيما تحبي، المهم تخرجي عجينه طريه. نديروا الفارينه، خماره، حبه تاع بيض، الزيت والملح، ونلموا العجينه نتاعنا بشويه نتاع حليب. الا ما عندكش حليب ديري الماء سخون يعني دافي. اذا نعجنوا العجينه نتاعنا ونطلقوها، يعني ما نخلوهاش قاصحه، لازم تكون طريه ورخوه. وبعد ذلك من نشوفوا روحنا لمينا العجينه نضيفوا لها 2 مغارف نتاع زبده ولا مغرف واحده كبيره نتاع زبده. اذا ونتحصلوا على عجينه طريه، وراح نخلي العجينه نتاعي تتعجن وبعدين نكملوا الخطوه اللي بعدها. اذا كما راكم تشوفوا هي العجينه تاعنا شحال راها طريه وراها شابه. نخلوها نغطوها ونخلوها تخمر، ونروحوا نوجدوا الحشوه تاعنا اللي هي عندنا شويه فيونداشي على حساب الافراد العائله نتاعك. الا ما عندكش فيونداشي تقدري ديري دجاج. انا درت الفيونداشي، دير لها شويه ملح، شويه نتاع بزار، شويه نتاع ثوم، ونحركوا نخلطوا جيدا جميع المكونات، ونروحوا في مقله نديروا شويه زبده ونحطوا القريسات، يعني نحاولوا نديروا الكفته نتاعنا على طريق دوائر ولا فيو، يعني قريسات كيما تحبي نتيا. اذا ونخلوها تتقلى يعني الطيب، ونروحوا نشوفوا العجين نتاعنا الى خمر باش نقرصوا الخبيزات نتاعنا ونديروهم يخمروا المره الثانيه. اذا هي العجينه نتاعنا خمرت وطلعت. واش نديروا كويرات صغار على حسب ما تبغي نتيا الخبزه تكون كبيره ولا صغيره. نقرصوهم ونديرهم في السنيوه ونخلوها تخمر باش نطيبوهم. يعني من يخمروا لك دهنيهم شويه صفار تاع بيض، وديري لها شويه جنجلان الا عندك، ما عندكش اكتفي يعني تدهنيهم بصفار البيض. ومن يخمروا دخليهم يطيبوا، ومن يطيبوا الحشوه اللي يعني درناها نعمروها في الخبيزات نتاعنا. اذا تبعوا معنا الطريقه، وراها طريقه سهله، يعني ما الواحد ما يكلفش روحه. الا عنده فرماج في الدار، عنده مايونيز كيما راكم تشوفوا هنا الخبيزه انا فتحتها درت لها شويه فرماج. الا عندك مايونيز دهني بالمايونيز، ديري حبه تاع طوماطيس، عندك سلطه في الدار ديري سلطه خضراء، انا اللي عندي في الدار درته. ديري الفرماج نتاعك الى عندك اذا نديري فرماج طوماطيس، الفيونداشي اللي قليناها. الا كنتي دايره الدجاج ديري الدجاج، هذه مانيش معمرتها بزاف باسكو وليد اختي ما يبغيهاش، يعني فيها المايونيز وفيها كيما راكم تشوفوا راه هو حاضر وراه يستنى في الخبزه نتاعه، حتى اللمسه نتاعه حتى يديه تاع شوفوا راه هنا راه باغي يرفدها.
باش ياكلها، وقلت له مازال خليني نصور اشوف ودياته. هذه هما الاطفال بالطبع لازم نديروا لهم خاطرهم. اذا كما راكم تشوفوا درت له حبيبات بطاطا طوماطيس ونعطيه ياكل بالصحه والراحه. نعاود ندير خبيزه واحده اخرى. اذا نعاود نفتح خبيزه واحده اخرى. الى كنتم خادمين المايونيز عمريها بالمايونيز، تجي بنينه. زيدي حبه نتاع طوماطيس. كما قلت لك الا عندك سلطه ديري سلطه تجي شابه تاني. انا اللي كان عندي في الدار درته، ما نتقيدوش بحاجه يعني، لازم اللي يكون عندنا في الدار نديرو حبيبات طوماطيس. نزيدو الفيونداشي تاعنا، ونزيدو بطاطا. زيدي شويه لمسه تاع المايونيز باش تجي بنينه من الداخل. نعاودو نديو لها طوماطيس ونغطوا الخبيزه نتاعنا وناكلوها بالصحه والراحه. اذا تبعوا معنا الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم.